في حاجات ممكن تحصل لطفلك وهو مش قادر يقولها، وممكن يفضل ساكت بس سلوكه هو اللي بيحكي كل حاجة. في الفيديو ده هقولك أهم العلامات اللي لازم تخليكي تاخدي بالك جدا بهدوء ومن غير خوف. أول حاجة لازم تلاحظيها أي تغير مفاجئ في شخصية طفلك. لو كان طفل طبيعي ومثلا بقى فجأة ساكت زيادة، منعزل، مش عايز يتكلم، ده مش دايما معناه مشكلة كبيرة، لكن لازم يخليكي تقربي منه أكتر وتسأليه بهدوء. لو لاحظتي مثلا إن طفلك بيرفض يروح مكان معين أو بيخاف من شخص معين بدون سبب واضح، ما تضغطيش عليه، بس اسأليه كده بالراحة وبهدوء، في حاجة مضايقاك هناك؟ الطفل ساعات مش بيعرف يشرح، بس بيوصل إحساسه. النوم بيكشف حاجات كتير جدا، يعني مثلا لو بدأ يصحى مفزوع، عنده كوابيس، أو مثلا بقى متعلق بيكي زيادة وقت النوم، ده ممكن يكون علامة إنه مش مرتاح نفسيا. من أهم العلامات كمان لو الطفل بدأ يظهر تصرفات أو كلام أكبر من سنه، أو أسئلة غريبة فجأة، ده معناه إنه شاف أو تعرض لحاجة مش مناسبة ليه. خلي بالك برضو من رفضه للاستحمام، أو العكس، اهتمام زايد بشكل مفاجئ، أو شكوى متكررة من ألم بدون سبب واضح. الأطفال ساعات بيعبروا بجسمهم مش بكلامهم. وكمان لو بقى عصبي جدا، أو بيصرخ، أو بيضرب بدون سبب، ده ممكن يكون تفريغ لمشاعر هو مش فاهمها. بس لازم أوضح حاجة مهمة جدا، مش كل علامة من دي معناها ان طفلك اتعرض لتحرش، لكن وجود اكتر من علامة ممكن يحتاج منك تركيز اكتر. بس لو شكيتي في حاجة من دول، اهم حاجة تعمليها ما تخوفيش الطفل، ما تعنفوهوش او تضغطي عليه، اسمعيه من غير مقاطعة، خلي دايما في امان بينك وبينه، قوليله انا جنبك ومهما حصل انا معاك. أهم من أي علامة إن ابنك يحس إنه يقدر يحكيلك أي حاجة من غير خوف. الأمان اللي بينك وبينه هو أقوى حماية ليه. لو شايفة الفيديو ده مفيد، شاركيه مع أي أم ممكن تحتاجه، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة.